السلام عليكم. كان يا مكان يا سعد يا إكرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي المختار عليه الصلاة والسلام. كان في أسرة مكونة من أم وست إخوات شباب. فالست إخوات وأمهم كانوا عايشين حياة جميلة جدا وبيحبوا بعض قوي، وأمهم كانت مسيطرة عليهم بصراحة يعني. فهي كانت ليها الكلمة العليا، والكلمة اللي كانت بتقولها كانت بتتسمع. زيها زي أي أم يعني. ف آه، بدأوا الشباب يكبروا، والأولاني اتجوز والتاني اتجوز والتالت اتجوز، وفضل 3 شباب موجودين في الشقة مع والدته. فاحنا في البيت المصري متعودين ان هو ايه، دايما ان اخر واحد بيتجوز هو اللي بقى موجود مع امه وعايش معاها في الشقة وبيراعيها كده وهو وزوجته. فطبعا اللي حصل في قصتنا دي العكس بقى، اللي هو ايه، اللي هو ال3 شباب اللي موجودين في الشقة. اللي هو الأوسط، الشاب الأوسط، آه، آه، اتعرف على واحدة أخت زميله في الشغل. فهنجيب القصة من الأول. الشاب ده راح لوالدته وقال لها: يما أنا عايز أتجوز. قالت له: ماشي يا ابني، مفيش مشاكل، اتجوز، ما انت اخواتك اتجوزوا. اخواتك دلوقتي ما شاء الله، في واحد معاه بنتين وواحد معاه ولد يعني اخواتك اتجوزوا، فانت اعمل زيهم، مفيش مشاكل. قال لها: ايوه يما، انا شفت، انا ليا زميلي في الشغل وشفت وعزمني على الغدا وشفت اخته صراحة لفتت نظري وكلمت اخوها على ان انا اتقدم لها. قالت له: برضك مفيش مشاكل، ايه المشكلة هنا؟ يلا بينا نروح ونقعد مع الناس ونقول لهم إيه ظروفك انت ايه، وشوف هتعمل ايه. قال لها: ايوه يا ماما، بس انا عايز اقعد معاكي هنا في الشقة. قالت له: طب ازاي؟ انت عارف ان في ليك اخين، وما ينفعش ان انت تبقى موجود هنا ومعانا واحدة غريبة زوجة واحد وفي شابين تاني في البيت. انا مش قصدي ان هم يبصوا لمراتك، لكن برضك من باب اولى ان انت تشوف شقة بره زيك زي اخواتك. اهو انت تشوف شقة مثلا تمليك، معكش شهادة ايجار قديم، معكش شهادة ايجار حديث، بس من باب اولى انك تسكن بره. قال لها: لا يا اما، انا لا في استطاعتي ان انا اجيب تمليك ولا ايجار قديم ولا حتى ايجار حديث. قالت له: طب انت ناوي تعمل ايه؟ قال لها: ما انا قلت لك ياما، انا عايز اقعد معاكي هنا. قالت له: تقعد معايا هنا ازاي بس يا ابني؟ قال لها: ياما انا دلوقتي اتكلمت مع زميلي في الشغل وخلاص، احنا دلوقتي في بينا ربط كلام، ومستنيين بس انت تيجي معانا عشان نقرا الفاتحة علشان ربنا يتمم الجوازة. يرضيكي ان انا اطلع صغير قدام زميلي وقدام الناس؟ قالت له: لا يا ابني، ما ينفعش ان انت تطلع صغير قدام الناس وانا ما يرضينيش. بس من حتة تانية، اخواتك ليهم حق عليك يا ابني. ما ينفعش ان انت تتجوز وتجيب واحدة هنا معانا في البيت، والامر كده يعني صعب شوية، ولا انت شايف ايه؟ قال لها: بصي ياما، من ناحية اخواتي انا هقنع اخواتي، بس انا عندي اهم حاجة ان انت توافقي. لو انت وافقتي خلاص كده المشوار يعتبر 3/4 عدى و3/4 تم. لكن اخواتي سيبيهم عليا، وليك عليا انا هقنعهم. قالت له: طب يا ابني خلاص، انا ما يرضينيش ان انا اصغرك قدام الناس، بس انت اقنع اخواتك. قال لها: ماشي يا ابني. فاتكلم مع اخواته. فاخوه الوسطاني اللي هو الاصغر منه بقى قال له: يا اخويا مفيش مشاكل، انا بالنسبه لي اللي عايز افرح بيك وبتاع والكلام دوت. فجالي الصغير. طبعا الصغير كان حاطط في اعتقاده ان هو طبعا اخواته الاتنين الكبار هيتجوزوا وهو اللي هيفضل مع والدته، والمشوار كان هيبقى بتاعه.
طبعا هنا عايزين نقول حاجة صغيرة، ان دايما الشاب الصغير ده الام بتبقى متعلقة بيه اخر العنقود من ناحية، ومن ناحية تانية هو بيبقى حنين على امه، اللي هو بيبقى ايه، بيشوف معاها شغل البيت، بيروق البيت، بيقف معاها في المطبخ، بينزل يجيب لها الحاجات من تحت، بيوفر عليها حاجات كتير، بيروح معاها يجيب المعاش من المكان اللي هي بتقبض منه المعاش مثلا. فاللي هو دايما الصغير ده بيبقى صاحب امه، صاحبها، اللي هو ايه، دايما حنين عليها، ودايما بيروح معاها، ودايما بيقول لها حاضر ياما، ودايما ما بيزعلهاش، ودايما ان الشاب الصغير ده بيبقى يا جماعة، احنا في مصر هنا تحس ان الشاب الصغير ده اللي هو ايه، حبيب امه وصاحبها لو ما فيش بنات عندها. فتلاقي ان الشاب الصغير ده هو اللي بيعمل كل حاجة لأمه. فطبعا الشاب الصغير دوت جه بيقول هو بيكلمه بقى، فبيقول له بعد بقى ما حس في نفسه ان هو هيبقى خلاص بقى كده لازم يدور على شقة بره وكل ده، تخيله وفكر فيه في بضع من الثواني، يعني في ثواني معدودة قعد يفكر كده ويشوف القصة ماشية ازاي، وازاي المشوار ده حصل وكده. لكن قال له انا طبعا فرحان ليك، وانا ما اقدرش اقول لك لا، وانت اخويا الكبير، فانا لازم افرح لك، وطبعا انا هقف جنبك ومش هقول لك لا. فالتاني طبعا ما خدش باله من اخوه، وشه احمر واصفر وجاب الوان، وان هو قعد يفكر شويه وبتاع، كان همه ان هو يتجوز في بيت العيله. واخد بعضه وطلع طار على امه وقال لها يما اخواتي موافقين ومش معارضين على حاجه، والدنيا تمام وفل الفل. طبعا هنا امه قالت له خلاص يا ابني، يلا بينا. حددوا ميعاد وراحوا للناس وقروا الفاتحة وحددوا ميعاد الدخلة من غير شبكة. طبعا هو كان جايب خاتم كده، وفي قراية الفاتحة تم المشوار وقروا الفاتحة واعتبروها ايه، قراية فاتحة مع شبكة. يا جماعة كاتب الكتاب يوم كذا والدخلة يوم كذا والدنيا تمام، مش هطول عليكم. قام واخد بعضه وايه، وحدد الميعاد وظبط الشقة والأوضة بتاعته والدنيا تمام، وجاب أوضة نوم جديدة. مش هطول عليك جول طول. واحد صاحبي فلاح قال لي الكلمة دي فرحان بيها أوي، وأنا بحبها بصراحة. مش هطول عليك جول طول. قام قال إيه، أنا خلاص يما والدنيا تمام، وظبطت الشقة وظبطت الأوضة بتاعتي. في حاجة تانية يما عايز تتعمل في البيت؟ قالت له لا يا ابني، أنا هاخد إخواتك كام يوم كده نروح نقعد عند خالتك، وأنت يا ابني عيش الكام يوم دولت في إيه اللي إحنا بنقول عليه في مصر شهر عسل، وبعد أسبوع هنجيلك. قال لها ماشي يما. تم الزفاف والدنيا تمام، وروح البيت وقضى الاسبوع بتاعه. وبعد كده ايه، امه واخواته خدوا بعضهم ورجعوا البيت. بصوا يا جماعه، هو احنا عندنا هنا ان لما الابن بيتجوز وبيقعد مع والدته، الزوجة يعني مش هنقول ملزمة، يعني هي يعني حتة حلوة منها كده إن هي تساعد الأم، تقف جنبها في شغل البيت، في الطبيخ، في ترويق البيت، في الغسيل، في الليلة دي يعني. لكن صاحبتنا دي اللي جت ولا كانت بتساعد والدته في شغل البيت، ولا كانت بتقف معاه في معاها في المطبخ، ولا كانت بتنزل تجيب أكل من تحت، ممنوع تنزل تحت، ممنوع تعدي تخطي عتبة الشقة، وما بتعملش حاجة إلا إنها بتعمل حاجات جوزها بس، اللي هي غسيل هدوم جوزها وترويق أوضة نومها بس. إنما أي حاجة بعد كده الأم والابن الصغير هم اللي كانوا بيعملوها في الشقة، اللي هو الحاجة المعتادة، يعني اللي هي الحاجة العادية والطبيعية اللي بتحصل كل يوم. عدى شهر والتاني، وبدأت تختلق المشاكل، بدأت تعمل حاجة كده إن هي من وراها تصنع مشكلة، اللي هي بتدور على حاجة كده علشان تعمل مشكلة، علشان من خلالها تروح تشتكي لجوزها وتكرهه في والدته وفي اخواته.
مرة تقول له ده أخوك عمل لي كده بإيده، ومرة تقول له أمك بتقول لي روقي، كل يوم تقول لي روقي الشقة، كل يوم تقول لي اغسلي، كل يوم تقول لي اطبخي. وهي الأم مظلومة، كانتش بتقول لها حاجة خالص، ولا أخ من إخواته كانوا بيعملوا معاها حاجة، بس هي كانت بتحاول تصنع مشكلة علشان تكرمنا. مش عارف، احنا مش فاهمين هي عايزة ايه، بس ده اللي هنعرفه في بداية القصة. المهم ايه، مرة على مرة بدأ طبعا هو ايه، الزن على الودان أمر من السحر. فجه صاحبنا دوت يجي من طبعا هي بتبقى بتتصل بيه وهو في الشغل، وتقول له ده حصل، ده سوى، ده اخوك عمل، ده امك عملت، والكلام ده. فبدأ يتحول الأول من ناحية والدته اللي هي في الأساس كانت رافضة مشوار إن هو يقعد معاها في الشقة. فبدأ يتحول عليها مع حنيتها، وهي قالت له أنا بالنسبة لي في الآخر بعد ما أقنعها إن هو يقعد معاها، قالت له أنا بالنسبة لي مفيش مشاكل، بس روح اقنع أخواتك الرجالة. بدأ يتعامل مع والدته بطريقة وحشة، والأول مرة يعلي صوته على والدته. ياما هو مفيش غيرها في البيت، ياما انت ما انت عندك الصغير ما هو بيساعدك، ما هو بيعمل، وانت كنت من غيرها كنت بتعملي بتروقي الشقة وبتطبخي وبتاع. فقالت له يا ابني انا ما حصلش مني حاجة يا ابني. هو ايه اللي حصل؟ قال لها من غير ما اقول لك التفاصيل، انت ياما سيبي مراتي في حالها. قالت له يا ابني ما انا كده كده سايباها في حالها، انا ما بقولهاش حاجة. قال لها ياما لا انت ما تقولهاش تغسلي ولا تطبخي، ولا هي ملهاش، هي مش ملزمه ان هي تعمل كل الحاجات ديت في البيت، هي ليها ان هي تخدمني انا بس. قالت له يا ابني ماشي يا ابني اللي انت شايفه. وبدات الام تشيل جوه منها، وبدات تتضايق، ومره ورا مره الام جالها جلطه بسبب تصرفات ابنها معاها، وبسبب تصرفات مراته معاها اللي هي ما بتحكيش لابنها على حاجه من اللي هي بتعملها معاه. المهم مرة على مرة الأم جات لها جلطة، جلطة في جلطة، وبعد كده الأم بسبب الكبت النفسي والجلطات اللي كانت بتجيلها بسبب الست دي توفت الأم. أصبح كده صاحبنا دوت عايش مع مين؟ مع الاتنين إخواته الرجالة. فبدأت إن هي تزن عليه علشان الجو يخلالها وتبقى الشقة بتاعتها لوحدها. فبدأت تزن عليه، وكل ما يخش من باب الشقة يقوم اللي يشوفه في وشه من اخواته الاتنين يقوم داخل فيه شمال. بدأ يتنشن مع الأخ ده ومع الأخ ده لحد اما الاتنين زهقوا وخدوا بعضهم، وهم اللي طلعوا أجروا شقة إيجار حديث بره، وسابوا له الجمل بما حمل. وصلت للي انت عايزاه يا ستي؟ طيب هنشوف بقى انت أصلك هيوصل جوزك لفين. تعدي الأيام، روحي يا أيام وتعالي يا أيام، ويجي صاحبنا ده يقع في كارثة في الشغل، اللي هو حاجة لازم يسلمها في ميعاد ويتأخر عن الميعاد، فلازم يدفع الشرط الجزائي. الشرط الجزائي كان مبلغ وقدره. فطبعا صاحبتنا دي كانت وارثة حتة أرض، وكانت باعت حتة الأرض وحطت الفلوس في البنك، يعني معاها فلوس. فقال لها الحقيني انا واقع في ورطه وعايزك تقفي جنبي وتساعديني وكده. قالت له لا يا حبيبي، الفلوس دي فلوس عيالي، انا مش هديك مليم منها. وفضل صاحبنا يروح لده ويروح لده عشان يستلف، ما يلاقيش حد يسلفه. وفي الاخر هيلاقي مين؟ هيلاقي اخواته اللي هم من دمه ولحمه. فاتصل باللي اصغر منه على طول، قال له والله يا اخويا انا معيش فلوس والدنيا معايا مش متظبطه والدنيا مش تمام. يتصل بمين؟ يتصل بالصغير اللي هو كان من باب اولى انه يقعد في الشقه، واتطرد من الشقه، شبه اتطرد يعني، واتطرد من الشقه بسبب افعال زوجته. ومع ذلك لما اتصل بيه
قال لاخويا انا شايل فلوس عشان انا داخل كمان سنة وانا شايل فلوس في البنك، الفلوس كلها وانا تحت رجليك، اللي انت عايزه اخويا. وراح الاخ الصغير يطلع يجري على البنك ويسحب الفلوس ويجي يديها لاخوه يقول له اتفضل خد الفلوس اهي وشوف علشان ما تتحبسش، فخد سدد الحاجة اللي عليك، وبعد كده بينا وبين بعض احنا بينا وبين بعض مفيش حاجة يا عم، بعد كده الامور هتتداوى وهتتصلح ان شاء الله. وفعلا هو قعد 5 6 شهور وبدأ ان هو يسدد لاخوه الفلوس بتاعته. شفتوا الاخ الصغير عمل ايه مع الاخ الكبير اللي هو المفروض ان هو اب ليه ولاخوه التاني عشان هو الكبير؟ شفتوا عمل ايه؟ وشفتوا الصغير عمل ايه؟ شفتوا الاصل هنا بتاع الشاب الصغير؟ يا جماعة عايزكم تقولوا لي رأيكم في الأخ اللي اتجوز والأخ الصغير ورد فعله مع أخوه الكبير. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش اشتراك في القناة ودعم بلايك.